يعني هتقولي يعني اراء الناس دي بتاثر؟ اقول لك لدرجه ان لما اسعاد يونس قررت انها تجيب تيم ارزع وكان فيهم احمد كمال في البرنامج عندها، وهو مروان بيعرفها عليهم، لما جه احمد كمال قالت ده طبعا ده معروف عندنا. ايوه الناس دي بتاثر، بس خلي بالك ان اخر فتره ظهر حاجه ما بقتش جديده، وهي اللجان الالكترونيه اللي بتحدد الراي على الفيلم. هتقول لي مش جديده ازاي؟ هقول لك من زمان كان في فكره ان منتج او ممثل يروح لصحافه معينه تكتب له اللي هو عايزه، واظن ان ده بان في فيلم زي معبود الجماهير لما كان يوسف شعبان مسخر صحفيين لخدمته. ففكره اللجان دي مش قديمه، بس الفتره اللي فاتت اتعرفت قوي. يعني مثلا مسلسل زي برستيج، احمد داوود شرحها لك بطريقه واضحه جدا. عمرك سالت نفسك ليه لعيب كوره معين كل يوم بيتشتم على الفيس من غير ما حد يكون عمل له اي حاجه، مع انك مالكيش في الكوره بس البوستات هتجيب؟ طب عمرك سالت نفسك ليه مسلسل السوشيال كله بيتكلم عنه والناس كلها عماله تشكر فيه وتطلع لك بوستات المسلسل وانت ولا شفتيه ولا اصحابك شافوه ولا تعرفي اي حد شافه؟ عارفه بقى مين اللي ورا كل ده؟ وبس انا عندي توقع لنهايه المسلسل ده انه يبقى بيخاف من القطط وشافها واتخض واتكعبل على الترابيزه اللي كان عليها السكينه والشوكه، وقع عليهم ومات.